لو لسه بتفتح جوجل مابس عشان تعرف الطريق وبس فانت بجد فايتك كتير جدا، خصوصا لو ما تعرفش التحديث الجديد. جوجل قررت ان هي تخلي الموبايل اللي معاك جهاز GPS من ليفل تاني خالص. احنا مش بنتكلم عن طرق وزحمه وخلاص، احنا بنتكلم عن خريطه بتفكر وبتشوف وبترد عليك كمان زي اي بني ادم. التحديث ده جامد لدرجه ان انت مش هتمشي اي خطوه جديده من غير ما يبقى معاك. عايز تعرف جوجل عملت ايه بالظبط؟ انا احمد عبد العزيز ودي الاندرويد، يلا بينا نبدا. جوجل مابس السنه دي ما بقتش مجرد طرق وخطوط والوان احنا مش فاهمينها، عملوا ابديت بيقولوا عليه ان ده احسن ابديت اتعمل في خلال ال10 سنين اللي فاتت. اول ما تعمل التحديث ده اول حاجه هتلاحظها ان الايكون بتاع جوجل مابس شكلها اتغير، او بالتحديد الالوان بتاعتها بقت جريدينتس او متدرجه كده. يا ترى تدريجه الالوان دي مش بتفكرك بحاجه؟ هو فعلا نفس التدريجه بتاعت جوجل جيميناي، ودي مش مجرد صدفه. جوجل مابس بقت مدعومه بجيميناي برو اللي هو الذكاء الاصطناعي لو مش عارف. يعني الخريطه دلوقتي بقت ذكيه وبتفكر. زمان لما كنت تيجي تدور على اي حاجه على جوجل مابس من الحاجات القريبه منك كنت بتكتب مثلا كافيه او مطعم بيتزا عشان تشوف الحاجات اللي حواليك اللي بنفس النوع ده. النهارده بقى انت بتدردش مع الابلكيشن، بتاخد وتدي معاه، وده مع خاصيه اسك مابس الجديده. فانت مثلا ممكن تقول لها انا عايز مكان هادي اذاكر فيه ويكون بيقدم قهوه وفي نفس الوقت مش بيشغل موسيقى بصوت عالي. المابس ساعتها هتعمل هي السيرش وهترد عليك بالترشيحات بتاعتك اللي عامله زي صاحبك اللي عارف المنطقه كلها. يعني مثلا ممكن تقول لها انا عايز اقضي يوم في مصر الجديده، عايز اكل حاجه حلوه وبعدها اخش سينما واخرج اشرب قهوه، وهي هتعمل لك البلان بتاعت اليوم كله. فالصراحه استخدام حلو قوي للاي اي في موضوع الخرايط ده، الواحد ما كانش متوقع الموضوع ده. نيجي بقى للجزء الثاني في الابديت وهو المابس 3 دي او الاميرسيف نافيجيشن، وده اللي هيفرق معانا كلنا في تجربه الاستخدام بتاعت المابس. يعني مثلا عمرك قبل كده كنت سايق العربيه ومشغل GPS وماشي وجيت عند تقاطع طرق ما بقتش عارف تخش انهي واحد فيهم، ولا مثلا تطلع الكوبري ولا تخش من تحته وتفضل كام ثانيه كده مش عارف تعمل ايه وفي الاخر بتكمل طريقك وخلاص، وفجاه تكتشف انك دخلت دخله غلط ووقت الرحله زاد بتاع ربع ساعه عشان هتروح تلف من اخر الدنيا عشان ترجع تاني. او التحديث ده بقى جاي عشان يحل المشاكل دي بالظبط ويقلل حدوثها. والفكره بقى ان هم حولوا الخرائط الفلات ال2 دي لخرائط 3 دي. يعني مثلا هيبقى معرفك انت ماشي فوق الكوبري ولا تحت الكوبري ولا داخل في نفق، وبيبين لك كل الدخلات بالتفصيل، يا ترى اول دخله ولا تاني دخله ولا هتكمل على طول ولا ايه بالظبط. ده غير كمان التوجيهات الصوتيه اللي اتحدثت بشكل كبير. يعني مثلا بدل ما يقول لك خش الدخله اليمين بعد 300 متر اللي انت غالبا مش بتبقى عارف هي فين بالظبط، خصوصا لو الشبكه بتبقى معلقه اوقات، لا ده بيذكر لك في التوجيهات حاجات موجوده انت هتشوفها او حاجات مشهوره في المكان. يعني مثلا ممكن يقول لك خش اليمين اللي بعد البنزينه اللي جايه، او حاجات بتسهل عليك زي دي. فالصراحه التحديث ده انا حاسس ان هو هيفرق جدا في الاستخدام اليومي، وخصوصا لو بتروح اماكن انت اول مره تروحها. التحديث ده مش بس للسواقين، ده لاي حد بيدور على اي اماكن جديده، او حتى للناس اللي بتحب تستكشف اماكن جديده وتخطط لاي رحله من وهي قاعده في مكانها. فيعتبر جوجل مابس بقت مساعدك الشخصي وانت ماشي في الشارع. التحديث ده بدا ان هو ينزل للناس في امريكا واحده واحده، فيا ترى هينزل لنا احنا كمان ولا دي من الحاجات اللي احنا بنسمع عنها بتنزل عندهم وما بتوصلناش خالص؟ في النهايه جوجل لسه بتثبت نفسها ان هي المسيطره على عالم الخرائط، والتحديث ده هيصعب الموضوع قوي على اي منافس في السوق. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو بتحب التكنولوجيا والحاجات دي زيي وعايز تعرف اخر الاخبار اول باول، وقول لي يا ترى انهي جزء في التحديثات عجبك اكتر. مستني رايكم في الكومنتات، ولا يا ترى التحديثات ما عجبتكش اصلا؟ كان معكم احمد عبد العزيز، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. جميل قوي.